انا عايز اقدم لكم شهاده من زوجة واحد ضابط في الحرس الجمهوري. هي ست محترمه، هي مصره، زوجة ضابط في الحرس الجمهوري. هي عايزه تقول، هي اللي طلبت ان هي تقول كلمه عشان العالم كله يسمع ايه اللي حصل النهارده. ممكن اترجم انا بس بسرعه. Again and again they try to falsify the truth. They try to convey a totally different reality which has nothing to do with the truth. They are trying to put on those marchers, put them on uniform of the police in order to tell the people that they are died. Those who are died or those who are the marchers are from the police. It is totally different. All the marchers, we have shooted all the marchers when they were in their blood, and also when they were, we have a count of all the numbers and all the names of those who died today. Yeah, and also we have one of the... لا ده لا بليز. هي تعرف نفسها. أنا هقول لكم فعلا أنا كنت مرات ضابط سابق في أمن الدولة وفي رئاسة الجمهورية، وبعلن النهارده أنا الست المصرية اللي أقسم بالمولى عز وجل إني لا أنتمي لأي كتلة سياسية ولا ليا ورقة مع أي حزب ولا أي ائتلاف. أم مصرية اتوجدت في التحرير بالصدفة، وشفت ضباط 8 ابريل لما كنت معاهم في الخيمه. انا الشاهد العيان اللي معاهم. انا من الاول ضد قتل الثوار وضد اصابه شباب الثوره، وكنت بروح السجن الحربي ازور ضباط 9 ابريل، وكل اللي في القوات المسلحه يعرفوا. ولا انتمي للاخوان نهائيا، ولا ممكن يجندوني تبعهم، لان انا ام مصريه عارفه ان تعاليم الرب ليا خدمه الانسانيه حسب تعليم ربنا لسيدنا عيسى وسيدنا محمد وسيدنا موسى. اللي حصل امبارح ده تواطؤ بين البلطجيه والداخليه عشان يظهروا ان الحرس الجمهوري ان المسلمين بيعتدوا عليه. انا متاكده ان في الحرس الجمهوري، وانا بقولها، ضباط شرفاء كتير فعلا، وانا ما زلت لغايه النهارده بحترم جوزي رغم ان انا منفصل عنه، لانه كان راجل شريف، كان راجل شريف في رئاسه الجمهوريه، وفي زيه 1000 واحد شريف. كان التواطؤ اللي حصل ده لمجرد ظهار المسلمين وقضاء على الفكر الاسلامي انكم ارهابيين. انا موجوده في وسطيكم بقالي 15 يوم، اقسم بالمولى عز وجل انا لما بقول الشهاده بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، مش لاني مسيحيه واسلمت، ببقى نازله بقول الشهاده عشان لو مت اكون قلتها، يمكن حد ما يلحقش يلقني. انا جالي تليفون امبارح بالليل الساعه 51 دقيقه من ناس قرايبي، طبعا انا عارفه مين هم، وانا بقولها على الهوا مش خايفه. سالوا انت في الميدان؟ قلت لهم لا انا مش في الميدان. قالوا لي انت فين؟ قلت في مكان امن. قلت لهم اه. قالوا لي طب الحمد لله اطمئننا عليكي. انا ما جاش في بالي وما تخيلتش ان ده خوفهم عليا ان انا ما اكونش موجوده في وسط الثوار والاسلاميين، وانا بعلنها اهو، وانا مش خايفه اهو، وبقول لاهلي انا مش خايفه، انا عندي استعداد اموت فدا ديني. ما هيش مساله مرسي، ما هيش مساله الدكتور مرسي. الدكتور مرسي النهارده معايا، بكره ما يبقاش معايا. انا ضد العنف، ضد الدم. ليه للشعب كله، مسلم، مسيحي، يهودي، ضابط جيش، ضابط شرطه، لان ما فيش بيت فينا ما عندوش كده. وجايه بقول لكم كده، وبقول لكل الستات الفيوض، انا بمشي في وسط المقربه هنا فعلا كلهم غلابه. ما تدعوش انهم ناس اغنياء وبياكلوا اكل كويس زي بتوع التحرير. اقصاها الكشري او القرصه اللي بنطلع بيها رحمه على اهالينا في الترب، هو ده اللي بياكلوه. ثوار رابعه العدويه هو ده اللي بياكلوه، واسلاميه، وان شاء الله ربنا هينصرنا. حتى لو هيصفوني، انا جايه النهارده وقلت انا قلعت الحجاب وقلعت البلوزه، مش انا عارفه ان انا بخالف ربي وقصرت، بس مش هلتبسهم فعلا الا لما احج واحج واقول لربي جبت حق الاسلاميين.